السلام عليكم. بالله أحسبوني مجنونة وأنتم علموني، وروني، فهموني كيفاش ربي سبحانه باش يعطينا النصر ويأكرمنا باش نكونوا نحن جيل الفتح المبين القريب إن شاء الله، ونحن مصدقين أنه من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، من سب يلي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو صحت النبوة الشخص بعدي كان سيدنا أبو بكر. كيفاش نعتقدوا أنه من سب فاتح بيت المقدس، من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل أطفال سوريا، من كان مشرف على السجون المسالخ في سوريا، نعتقد أنه باش يكون مع فلسطين. هذه رأي ماهيش معاندة، ماهيش محاولة أني أنا نثبت رأيي وأنت تثبت رأيك، هذه حقيقة. شيء مؤلم والله. أنا نتمنى من الناس اللي مساندينهم ومش فاهمين، يعني مساندينهم دون قصد، مع الأسف ماشيين بمشاعرهم. فلسطين راي ما تتحررش بالمشاعر، فلسطين تتحرر بالدين والعقل والمنطق. رب إن شاء الله ينور بصيرتنا وينور بصيرتكم للحق والله. أما الأصحاب المصالح صدقا يعني ربي يهدي من يشاء. وبرشا ما همش عارفين قصة مبدأ التقية عندهم، يعني إخفاء ما بطن لأجل الحفاظ إما على مذهبهم أو شخص أو شيء ما. فرجاء شوية عقلانية يعني.